والسلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة حلقة جديدة عن التفرقة بين اليوناني بين الذكر والأنثى أو عموما في السلاحف. السلحفة دي ذكر أو السلحفة دي أنثى أو السلحفة دي بالغة أو لأ أو دي يوناني أو مصري. تمام. النهاردة في الحلقة هنشرح عنهم كل حاجة بإذن الله، ونقدر نعرف السلحفة ديت صحتها كويسة أو لأ. لو أنا بشتري سلحفة هقدر أشتريها ازاي من غير ما يضحك عليا، الا في بعض الحاجات اللي هي ممكن تبقى مش ظاهره، وبرضه هشرحها لكم واقول لكم دي ممكن نعرفها ازاي. طيب السلحفه دلوقتي عشان خاطر نيجي نشتريها او نيجي نشوفها او نعرف نوعها ايه، ذكر او انثى او بالغه ولا لا، بنبتدي نمسك السلحفه. طيب احنا دلوقتي ما نقدرش نعرف السلحفه دي ذكر او انثى من الصدفه زي ما احنا شايفين كده، لا عمرنا ما هنعرف. طيب زمان كانوا بيقولوا لنا لو انا عايز اعرف عمر السلحفه هعد المربعات دي، ودي طبعا كانت من التخاريف بتاعت زمان او المعلومات المغلوطه اللي احنا كنا بنسمع عنها زمان. طيب اعرف عمر السلحفه ازاي؟ السلحفه ما بتعرفش عمرها الا لو هي فقست عندك او فقست عند حد انت تعرفه، وهو عارف ميعاد الفقس بتاعها، وان السلحفه فقست امتى، يعني ميعاد فقس البيضه دي كان امتى. ده الحل الوحيد اللي انت تقدر تعرف بيه. طيب اعرف ازاي السلحفه بالغه او اعرف السلحفه ذكر او انثى؟ طيب اول حاجه هنقول السلحفه ذكر او انثى ازاي. هنمسك واحده واحده ونبتدي نشرح عليها. طيب ادي الاتنين، هناخد واحده منهم ونشرح عليها. مثلا ده، تمام، نسيب ديت كده مع نفسها ونبتدي نشرح على ده. طيب ده ذكر او انثى ازاي؟ هنبتدي نقول وده نوعه ايه برضه هنقول. ده يوناني. اليوناني بيتعرف عن المصري بكبر الحجم بتاعه وبايه العلامات اللي بتبقى في قلب الصدفه دي بتبقى موجوده. طيب اليوناني اتسمى بمهماز الورك ليه؟ عشان خاطر بيبقى في الجسم مهماز. المهماز دوت اللي هو ده اسمه مهماز الورك، عشان كده السلحفاه اسمها مهمازيه او مهماز الورك. هي ده بيبقى في السلاحف اليونانية. طيب عايزين نعرف ده ذكر ولا أنثى؟ هنمسك السلحفة ونبتدي نبص على البطن بتاعتها ونشوف الديل. لو السلحفة الديل بتاعها بيبقى طويل زي كده، هي لما بتفرده بيبقى السلحفة الديل بتاعها بيبقى طويل. طيب ده كده ذكر. طيب ايه العلامات التانية؟ تجويف البطن. التجويف ده هتلاقيكوا شايفينه كده اهو، تجويف الجزء ده بيبقى في الذكر. الحتة دي مجوفة مش مستقيمة مع البطن. برضه هوريكم الناحية التانية، بصوا كده في فرق بين الاتنين ازاي. تمام، بص ده كده ذكر طول الديل. تمام. السلحفة كمان لو واقفة هتلاقي الحتة دي، بس دي طبعا مش علامة أساسية. السلحفة في الصدفة دي العلامة بتاعت الذكر بص داخلة ازاي، انما الأنثى تلاقيها دي مفلطحة مفيش أي مشكلة. بص. طيب ايه تاني في السلحفة بيدل على العلامات بتاعتها؟ مفيش. هما دول اكتر حاجتين او اكتر حاجة بتدل على ان السلحفة ذكر او انثى هو الديل. طيب بنبتدي نعرف السلحفة دي ذكر او انثى امتى؟ لما الصدفة الطول بتاعها بيعدي 10 سم. طب اقيس الصدفة ازاي؟ هبتدي اجيب مسطرة او متر واقيس السلحفة من اول هنا لحد هنا، كده اعرف ان السلحفة ديت طولها قد ايه وبالغة ولا لا. تمام. مع البلوغ بتاع السلاحف بيبتدي الحتة دي بتتحرك، لان هما لما بيستخدموا الاعضاء بتاعتهم في التزاوج المفروض الجزء ده مفصلي مش ثابت مع الصدفة. يعني بص كده هتلاقيه بيتحرك مع جسمها. طبعا ما نلعبش فيه، هو خلقة ربنا فيها. تمام. طيب جميل، يبقى كده احنا قلنا ايه؟ ده ذكر. طيب نيجي للأنثى وبرضه نشرح عليها. دي كده أنثى. طيب نعرف منين؟ هنشوف دلوقتي الديل. بص الديل بتاعها، هي كمان خايفة تخرجه، فلو السلحفة فاردة ديلها هتشوف المنظر بتاع الديل. حاول اخرجه لكم. بص طول الديل قد ايه، ما بيخرجش بره، هو اخره الجزء ده، يعني هو ده طول الديل بتاع السلحفة. دي كده تبقى انثى. جميل. مفيش اي هنا تجويف في البطن، وكمان الجزء بتاع الصدفة ده هتلاقيه مستقيم. دي برضو يوناني مهمزية الوجه. طيب الاتنين دول بالغين، ادي الذكر وادي الانثى. تمام. برضو هنشرح شوية مع بعض الاتنين. ادي الاتنين قدامنا، شايفين حتى فرق الديل؟ الذكر ديله اكبر، الانثى ديلها اصغر. تجويف البطن اهم، تجويف البطن الذكر
عنده تجويف، الانثى ما عندهاش تجويف. جميل. تمام. طيب لو انا دلوقتي رايح اشتري سلحفة، اعرف ازاي صحتها او ابص على ايه عشان اقدر اجيب سلحفة كويس؟ تمسك السلحفة او بتختار السلحفة كمان النشيطة اللي في قلب المكان. طيب بتمسك السلحفة وتبتدي تفحص الصدفة بتاعتها، هل فيها اي كسور، هل فيها اي علامات او فيها اي حاجة مش طبيعية ولا لا. جميل. زي ما انتم شايفين كده السلحفة ما شاء الله ما فيهاش اي مشاكل. تمام. نبتدي نبص على الايدين ونشوف الضوافر كاملة، الايدين كلها كاملة، فيها اي مشاكل او لا. حلو. ما فيهاش اي اعضاء مقطوعة او اي بتر او اي حاجة. السلحفة زي ما انتم شايفين الصحة بتاعتها بتعافر ازاي ما شاء الله، مش ساكتة، يعني طول ما انت ماسكها تلاقيها مثلا بتعافر. دي في حالات السلاحف اللي ما بتخافش، في سلاحف بتبقى خايفة فبتلاقي داخله جوه. نبتدي نفحص الجسم بتاعها ونفحص الصدفة بتاعتها. طيب نعرف فيها حشرات او لا منين؟ بنبتدي نمسك السلحفة ونبص هنا في الرجول على الرجل يمين وشمال من هنا كده، ونبتدي نشوف هل فيها ولا قدر الله حاجة اسمها بقة او لا. دي كده المهماز زي ما قلنا، دي مش حشرة. الباقي بيبقى حاجة شبهها كده بس بتبقى حشرة ماسكة في الجلد، بتبتدي ايه تمص الدم بتاعها. جميل. طبعا السلحفة زي ما قلنا الصدفة هتلاقيها يعني مش شرط اللون بيبقى مختلف عادي، بس اهم حاجة الصدفة تبقى سليمة وكاملة، ما فيهاش اي مشاكل خالص خالص. زي ما انتم شايفين عين السلحفة بتبقى سليمة وبتلمع كده اهو. يعني السلحفة زي ما انتم شايفين في الاتنين كده العين بتلمع ونضيفة، ما فيهاش اي ورم، ما فيش اي حاجة في الرقبة مورماها، الرقبة طبيعية وبتبقى خاردة سليمة، ما فيش ولا خراج اذن ولا في اي حشرة ولا في اي حاجة فيها. العيون بتلمع وبراقة كده، تبقى كده العينين ايه سليمة. المناخير والنفس بتاعها بتلاقوه سليم، مفيش اي برد، مفيش اي اعراض. طيب الحاجة اللي احنا ممكن منعرفهاش هي ايه واحنا بنشتريها؟ ان السلحفة دي تبقى مصابة بالديدان. طيب السلحفة تبقى مصابة بالديدان في بعض الأوقات لو هي في حالة متقدمة ممكن نعرفها بحالة واحدة، إن أنت وأنت ماسك السلحفة بتلاقي الصدفة بتاعتها أو السلحفة نفسها وزنها خفيف. دي بتبقى سلحفة مريضة، وبتبقى الوزن الخفيف دوت بيبقى دليل على إصابة ليها، فيفضل ما تشتريهاش، لأن أنت لو مالكش خبرة في العلاج فالسلحفة هتموت منك لا قدر الله وأنت هتزعل بغض النظر عن الفلوس. جميل. حلو قوي. طيب ايه تاني ممكن نبص عليه واحنا بنشتري السلحفة؟ ان السلحفة لو سبتها واتحركت قدامك او نشيطة او انت ما جاي تشتريها وتبص عليها زي ما احنا كل اللي شرحناه، وتبتدي تكتشف فيها او تبص عليها وتشوف لو فيها اي حاجة لا قدر الله، تعرف ان السلحفة ديت ايه مصابة. طيب كده احنا عرفنا بين الذكر والانثى، عرفنا لو انت جاي تشتري سلحفة هتشتريها ازاي، تفرق بين الذكر والانثى ازاي. والحلقة اللي فاتت احنا شرحنا ازاي لو لا قدر الله جبنا سلحفة ولقيناها مريضة او مرضت مننا او تعبت واحنا محتاجين نديها علاج سواء ديدان او سواء برد، تمام، نديهولها ازاي. لو ما شفتش الحلقة روح اتفرج عليها وانت هتستفاد ان شاء الله. جميل قوي. بس ويا رب تكونوا استفدتوا. حلقة كمان، حاجة كمان هقولها لكم، احنا دلوقتي لو احنا محتاجين نربي سلحفة، ايه الاكل بتاعها والشرب بتاعها، البيت بتاعها، تهيئة المكان بتاعها ازاي، ده هشرحه لكم في الحلقة اللي جاية. تابعوني وان شاء الله تتبسطوا، والسلام عليكم ورحمة الله.